اخوان دابا قال لك السي حنا غنشوف واحد الكهانه اللي ما عرفناهاش منين جات، بعد نديرو نظاظر على الخياقات. سيدنا العالم كامل متبع واحد خيتي، واحد الصوته، واحد الشوافه من فصيله الدراب الكارطه، الا وهي ليلى يا لطيف. ماشي ليلى عبد اللطيف، هذه ليلى يا لطيف. توقعات اللي كانت توقعات بديك الامراض اللي كانوا ظهروا مؤخرا، وتوقعات بديك العرس اللي كان تحرق في العراق، وتوقعات حتى بزلزال الحوز. تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع والخوف. وأغرب توقع توقعاته هو أن المغرب غادي يوصل للنصف النهائي مونديال قطر. في دولة عربية بتوصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022. صحيح. هذا سيدنا صدمات عائلتها بواحد الخبر كتقول بأن جدها غادي يمشي يدير العمرة وما غاديش يرجع. وفعلا العام جدو مشى دار العمره ومات تما، وهذه كانت بدايه المشوار وبدايه الشهره. ومن هنا قال لك نعم السي وقول ان شاء الله اعلم، بداو قنوات التلفزيونيه كيعيطوا ليها باش يقولوا ليها قولي لينا شنو غادي يوقع في العالم. فهاد الشيء اللي غتشوفوا في هذه الحلقه فهو راه خطير وبزاف. وحنا كمسلمين وكلكم كتعرفوا وسمعتوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام: من اتى عرافا فساله عن شيء انت غير سولتي، انت راه ما صدقتي ما كذبتي، ما غتقبلش منك صلاه 40 ليله. والاخطر من هذا هو الحديث الثاني، الحديث اللي غيجي من وراء هذا الحديث هذا، واللي هو من بعد ما سولتيه وصدقتيه وتيقتي كلامه فراك كفرت بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. يعني يا وليدي خرجتي من المله، يعني شركتي بالله. ومن بعد ما قلبنا على الصوته في ويكيبيديا لقينا السيدة تزادت في بيروت عاصمة لبنان، وباها اللي هو شيخ محمد اللي كان مفتي في الجامع الأزهر بمصر، وكان عنده القدرة باش يعالج الناس بالقرآن. ولقينا قال لك هي ماشي كتنبأ بالمستقبل وماشي عرافة، ومالها عندها قوة الإلهام والفراسة. بعض الناس عندهم من الفراسة يقول هذا فلان سيحصل له كذا وكذا، يتوقع أنه يحصل له كذا وكذا فيقع. وهذه الفراسة ما كتكونش عند كل من دب وهب. اللي ناضي يقول لك عندي الفراسة، حيت من بين الشروط ديالها أولا خصك تكون قريب الرحمن ماشي قريب الشيطان. الفراسة وانت كتشوف دايره بحال شي جاصة 44 باغا دير لينا رقصة الفراشة، سلعة الناقصة. المهم الاخوان، هاد الحاسة السادسة كتكون على شكل الدقة في الملاحظة. بحال مثلا ملي كيجيك شي واحد وكتحس بواحد الشعور غريب وعجيب في الداخل ديالك وبلا هواك بدون شعور، كتقول ليه انت باين فوق نصاب، اولا كتحس براسك ما مرتاحش لهاد السيد. لا نوض سير في حالك، نوض غير سير في حالك انت. واذا ما عندهاش علم الفراسه هذه راه في راسها، راه في راسها وما تعاودوا لها. ولكن هاد الصوته وصلت للسطاج الاخر باش تكهن بوحدين بعاد عليها بكيلومترات وتقول بان العرس غادي يتحول للعزاء. والصورة التي سنراها هي عبارة عن نيران مشتعلة بين الناس وعلى الناس، وكأنها صورة محرقة بشرية أو إبادة جماعية. كلكم شفتوا العرس اللي كان وقع في العراق وسمعتوا باللي اكثر من 107 اللي كانت تحرق في ذاك العرس. المعازيم والضياف لقاو راسهم حاصرين وسط من العافيه. وشو قمت اسحبها، ما تقدر تمشي من ورا الفستان مالها، قمت اسحب بيها، طلعتها من باب المطبخ، طلعتها ووقعت. اللي دا يطلع بس اللي يريد يخلص نفسه، اللي يطلع يدوس عليها. الرجال كلها متورمين هسه. شو مسوينا احنا؟ ليش بس بينا صار هذا الشيء؟ خلص يعني ما نقدر نعيش هنا، يعني كل ما نريد نفرح يطلع شيء بوجهنا يسد الفرحه مالنا. ومن هذا الواقع الناس بدات كتقلب في السيره الذاتيه ديال هذه الصوته، وبداو التساؤلات: واش هذه السيده عندها علاقه بدوك المؤامرات اللي كتوقع وكتاخذ عليهم فلوس؟ حضرتك جاي قاعد على الكرسي عم تشتغل ببلاش؟ لا عم تقبض؟ طبعا. وصل لي حقي. بالمقابل باش تدرج على الجرائم. شلونكم اصدقائي وحبايبي؟ خلي اشوفكم انه الحريق اللي صار بنينوى هو مو بسبب الشعالات او الفاير وورك او الالعاب الناريه مثل ما يسموها، لانه هواي ناس قالوا انه هاي الشغلات هي اللي سببت الحريق. اريد اثبت لكم انه الحريق هو مفتعل ومتفق عليه ومرتبين هذا الحريق من قبل ما يروحون اصلا العرسان للعرس. هاي عندنا هنا ماشين نفس اللي كانوا دا يستعملوها بالعرس. شغل لي يا حبيبي. ما تحرق هاي الماشين، ما تحرق. انا وياك واقف لها واثبت لكم بعد اكثر
هاي ورقة نحطها فوق المشين، ما تحرق الورقة، ما تحترق الورقة، ما تحترق أكثر بعد. هذا كيس نايلون، أخذ من الكيس نايلون حطه فوق المشين. هاي المشين مصممة خصيصا للأعراس، يعني هم مصمميها إنه لا تحرق أحد. اولا فعلا كتوقع هذا الشيء وكيصدق. وحنا كنقلبوا لقينا واحد خونا جبد ليها التيتر ديالها وجبد ليها واحد الشيك اللي فيه 150 ألف دولار، يعني 150 مليون، اللي كانت خداته من عند شي سياسي اللي ما غاداش تحمل هذا الاعلان. اللي انا عم بقول لك طيب شيلو عمر، شيلو ما خصك وما دخلك، ومين اللي اعطاك تشيك انا بدي اعرف. وإلا لا شكون اللي عطاك الشيك؟ وانت دابا اسطوره في التبرقيق والتحريك وما عرفتيش شكون اللي عطاه الشيك. خوبك الجواد ولا كيفاش؟ ياك مع الشيشهم في الشعريه. مين اللي اعطاك تشيك؟ لا قولي لي بس وين مين؟ لك حق تجيب تشيك اصلا انت؟ وبسبب هذا الشيك اللي كانت جبد كانت باغا تمنع وما تكملش الحلقه. تنبأت هي بكل شيء الا هذا البرنامج فلت لها. سير السي عطينا المقطع. 150 مليون باش تقولي لنا شي توقع وديري لنا فيها معبد كهنة امون. فالقضيه تفضحات ودوك الناس اللي كيقولوا لك ما قالوش لك بانه راه كاين واحد البرنامج اللي غيفضح لك المستور وغيجبد لك شيك فيه 150 مليون. بال 2012 شيك بقيمه 150 ألف دولار لاسم ليلى عبد اللطيف، لحساب ليلى عبد اللطيف. مقابل شو هيدا الشيك؟ انت بتعرف من مين؟ ابو يعني انت عارفه من مين؟ على شويه كان غيقول الاسم، ولكن حنا عرفنا الاسم اللي كيبدا بعبود ما شنو اخر. هنا الساده المشاهدين السيده وصل الصهد داك الشيء احمى وبدات كتدخل وتخرج في الهضره. انا اللقطه كتقول خلي شي سياسي يقول لك باللي هي خدات من عنده شي فلوس. خلي واحد سياسي يدق لك يقول لك اني انا قبضت منه شيء. واو جبد لك شيك كاع شيك ديال واحد لبناني وبديتي كتدخلي وتخرجي في الهضره وكنتي باغا تمنعي كاع. وحنا دابا عرفنا بان الصوت خدات الشيك. دابا حنا بغينا نعرفوا شكون هو السياسي واش من توقع كان باغيها تقولو. وباش نوضحوا الصوره غادي نرجعوا لواحد التوقع كانت قالته، توقع اللي فيه 5 من بين اغنى الاغنياء العالم واللي غادي يموتوا جمله واحده، يعني كاملين ماتوا بدقه واحده. الانظار ومعها الاعلام يتجهان الى غواصه في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب امام حالات القلق والخوف. ومن بعد العالم كامل غادي تهز، امريكان بريطانيا كل شيء غادي تهز ويبدا يقلب على الغواصه. هاد الخمسه كانوا داروا رحله استكشافيه تيقلبوا قال لك على التيتانيك اللي كانت غرقات وخلصوا 250 ألف دولار يعني 250 مليون لمده ساعتين. ومن بعد ديك ساعتين الغواصه غبر لها الاثار حتى دازت الايام عاد لقاوها ولقاو بانه كان وقع فيها انفجار. فواش هذه طريقه باش كيصفيو الحسابات بيناتهم وكيديروا التوقعات باش يضللوا ويشقلبوا عباد الله؟ حيت غواصه تفرقع تحت الماء صعيبه شويه من ضاربينها بالطوربيد. وكون كانت كتوقع كنت توقع الطلاق ديالها وتتوقع شنو غيوقع لها يوم البعث على داك السالف عبله اللي طالقه علينا وتخافوا دير الحجاب. الشاب السعيد ملقب بالشاب الغريب. هذا تنبؤات غير هو يكون يعني الفيضان، ما نقولش سمية فيضان ولكن يكون ما بالكثرات العام. اخونا تا هو داير لنا الحار كل مره كيخرج لنا بشي تنبؤ والخو الخاوي. هذا الفيديو ديال العام اللي فات وكان تنبأ باللي غادي يكون الماء بكثره. عطينا نشوفوا الاحصائيات. وهنا الاحصائيات كتقول بان العام 2023 40 عام ما شفناش بحال هذا العام. كاين غير الكحط والجفاف والزل. لا مسكين الكحط والزلط. فين التخيلات ديالك؟ اللي حلم شي حلم يجي عاوداني لنا حنا. ومازال عندك شي حلمه اخرى ولا نسدوا هذا المحضر؟ يعني شهر 5 هو اللي تنأكد عليه من 13 شهر 5 الاخير ديالو. يعني تنحضر شحال من مدينه في العالم اللي تيكون على جنب البحر. واخا دير لي خاطر عاوتاني وعطينا شنو وقع في 13 ماي. ايوا بعد بحث معمق لقينا فيه التاريخ اللي قلتي ما وقع فيه والو من غير السيتي ضربات الارسنال 2-1. المهم خبر جديد اللي العالم كامل داوي عليه هو انقطاع النت على العالم في هذا الشهر هذا نهار 11. ونسولو امير رغيب خبير في هذا المجال يقول لنا شنو هو كيفاش البلان.
الو بغيت نعرف بخصوص فاش غادي تقطع الانترنت وحتى الاتصال غادي تقطع. شوفوا الاخوان، هناك مجموعه من الشائعات اللي للاسف في المغرب تنتشر كالنار في الهشيم. لا راه غتقطع الانترنت، لا غيجي تسونامي. اذكروا الله الاخوان، ذكروا الله، لا يعلم الغيبه الا الله. راه نتوما هو ملي غيجي المسيح الدجال غادي يبدا يجر عباد الله، راه بحال هكا غيوقع. وليتو نتوما كتشدوا افراد كتحطوهم في منزله الله. استغفر الله العظيم استغفر على هذه الجمله. حنا اللي قال شي حاجه نشيقوه، اللي حلم شي حلمه خير وسلام يجي عاود لينا ونشيقوه بلا مصدر بلا والو. ما يمكنش تسمع شي حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي فيس تيك توك وما الى ذلك وتشيقها. حيت اي معلومه كتحط راه كتحط اصلا في الموقع الرسمي. مثلا شي حاجه عندها علاقه بالصحه راه غتمشي لموقع وزاره الصحه، شي حاجه عندها علاقه بالتعليم راه غتمشي لمواقع وزاره التعليم، وتسيرها الجريده الرسميه راه كيتحط فيها كل شيء صح. ما تبقاش تشيقوا صاحبي اللي نشاهدوا الفيضانات من الكواكب. يمكننا نشاهدوا علوم جديده من الكواكب. يمكننا نتعرفوا على اشياء مستقبليه. اوكي. اما من ناحيه ديال علم الفلك هو كنسميوه الاسترونومي، بمعنى علم الفلك الفيزيائي، وهو علاقته بالفضاء فقط وليس علاقته بالتنجيم. هاد السيد ما غاديش ننتقدوا علاش، حيت كيدوي بشكل علمي وبعيد عن التكهن وعلم الغيبيات، ولكن غادي نقول بانه كان قال هذيك خيتي اللي عندها علم الروحانيات انها كتنقل منه. ليلى عبد اللطيف ليس بمنجمه او فلكيه، وهي كتقول هي الهضره هذه هي كتقول لك بان انا ماشي منجمه وماشي ماشي فلكيه، بمعنى انا روحانيه. انت كنتي سباق لها اول شيء كنتي لا، هي القضيه ديال الزنزانه ديال الحوز راني سبقت قلته في 2020، يعني قبل منها ب3 سنين. ودي لقينا مقابلين المنجمين راه بقينا هنا صاحبي راه الغرق. دوز عليه جيم التعليق ديالك لتحت، قول لنا شنو بان لك في هذا الكهنوت وما تنساش الاشتراك ديالك وتهلا.